كارثة. وأنا ما ألومه يعني على أنه يصاب بتوقع كوارث وكذا أمام مباراة الشباب، لأنه يلعب أمام الشباب، ودائما لما يلعب أمام الشباب دائما يثبت الشباب أنه أعلى كعب دائما من الأهلي. تقصد بوليد في تصريحه قبل المباراة أنه كان يحذر الحكام من المباراة، ولا بتحسسها تصاريح أخرى؟ أنا ما أفسر تصريح. أقصد وش تقصد فيهم؟ أي تصريح اللي كان سبق المباراة على طول؟ سبق المباراة وقال أنه بتصير كارثة وبتصير كذا وبتصير أمور مفروض، يعني بصراحة يعني كان تصريح خارج الحدود الرياضية برأيي أنا، وما كان يجب الضغط فيه على الحكام، وهذه نتيجتها. بل أنت دقيقة 12 مفروض مصطفى بصاص طرد من الشوط الأول، دقيقة 22 23 خطأين يستحق عليهم كرتين أصفرين ورا بعض، أيضا طرد اللاعب اعتقد انه امان، او ما اعرف اي لاعب، اعتقد انه امان، طرد واضح بعد اعتداءه على الوليد. لو جاء احد وقال لك كان من حقك تجيب اجانب ارضك ما هي مشكله، احنا ما جبنا اجانب صح، لكن ما كنا نتوقع ان يمارس هذا الضغط، وهذا تشخيص الحالة الاهلاوي يتم يعني تشخيصه ويتم وضعه في الحكم في مباراة الشباب.